بقالي سايبه يوتيوب كتير قوي، بس انا راجعه لكم شويه tips how to glow up. ازاي ان انتوا تبقوا احسن نسخه من نفسكم، ازاي ان انتوا تبقوا احسن نسخه من نفسكم، ازاي ان انتوا تحسنوا من نفسكم، ازاي تبقوا شخص تاني، ازاي الناس تبقى حرفيا انتوا ماشيين وقاعدين بيقولوا عليكم ايه ده، مين دي، ايه الحلاوه دي. انا مجهزه لكم تيبس كتير قوي كلها كاتباها هنا، فتعالوا اقول لكم الزتونه بتاعه ازاي تبقوا احسن نسخه من نفسكم. هنعمل حاجه اسمها ري انفنتنج، ان احنا هنبدا نصنع نفسنا من اول وجديد. الورقه دي هتقسموها نصين وهتسموا نفسكم. لو انت مثلا، انا مثلا اسمي ملك، هسمي ملك 1 وملك 4.0. ملك 4.0 دي النسخة المحسنة من ملك 1.0 هايست فيرجن، ملك القديمة وملك الجديدة. ملك القديمة انتوا هتشرحوا اللايف ستايل بتاعكم دلوقتي، بتاكلوا ايه، بتشربوا ايه، اول ما بتصحوا بتعملوا ايه، بتقعدوا مثلا كام ساعة على التليفون، الحاجات، كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها غلط صح كلها هتكتبوا كل المواصفات بتاعتكم. وتيجوا عند النسخة المحسنة من نفسكم اللي انتوا بتتمنوا تبقوا النسخة دي، اللي هو ايه البنت اللي هي البيرفكت بالنسبه لكم. هتشرحوا الشخص البيرفكت بالنسبه لكم شكله عامل ازاي، بتصحى الساعه كام، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتمشي كام ستيب في اليوم، بتعمل رياضه ايه، بتذاكر ازاي، بتاخد فلوس قد ايه، البيزنس بتاعها شكله عامل ازاي، معاملتها للناس شكلها عامل ازاي. هتكتبوا كل حاجه عن الشخص الجديد اللي انتوا بتتمنوا ان انتوا تبقوه، الشخص البيرفكت بالنسبه لكم. بعد ما احنا عملنا كده، يا ترى هنعمل ايه؟ هنقارن بقى ايه الفرق بين ملك القديمة وملك الجديد. وملك 1.0 مش بتمشي كل يوم، ما بتعملش اي نوع من انواع الرياضة. يبقى ملك 4.0 هتعمل ايه؟ هتمشي 5000 خطوة في اليوم. ملك 1.0 مش بتاكل اكل صحي. ملك 4.0 لازم ان هي تاكل خضار كل يوم، وان هي تزود مثلا بروتين في اكلها اكتر. ملك 1.0 مثلا ما بتصليش، ملك 4.0 بتصلي. على اساس الكومباريزن ده بتشوفوا ايه اللي ناقص او ايه الفرق بين ملك 1.0 وملك 4.0 وتشوفوا وتبداوا ان انتوا تحسنوا من نفسكم. اولا الجلو اب الداخلي. خلينا متفقين، لو انت اجمل بنت في العالم واحسن بنت في العالم واكتر بنت شيك في العالم وشخصيتك وحشه، محدش هيرضى ان انت تبقي صاحبته. سيمبلي احنا بنطور من نفسك انت. فاول حاجه الانترنال جلو اب. نمبر 1 نعمل ايه؟ اول حاجه الصلاه. بجد انا عارفه انه دي حاجه طبعا كلنا عارفينها، بس معلش انا هتكلم فيها تاني. لازم ان انتي تصلي. وبصراحه يا جماعه انا من اول ما بدات ان انا اصلي وبجد انتظم في الصلاه، كل حاجه بتبقى ماشيه كده. اول ما بتبداوا تجيبوا وقت على وقته الحاجات بتبقى ماشيه كده. اول ما بتبداوا ان انتوا بجد تبقوا consistent في الصلاه، ربنا سبحانه وتعالى بجد هيحقق لكم كل حاجه انتوا عايزينها، بالذات قيام الليل. اهم حاجه الصلاه، اهم حاجه. وانتوا بتصلوا مش عشان ربنا يحقق لكم حاجه، انتوا بتصلوا عشان ربنا. اللي انا بعمله عشان ان انا انتظم في الصلاه ان انا بعمل منبهات، منبه بكل وقت الصلاه، علشان اول ما اسمع المنبه اسيب اللي في ايدي واروح اتوضا واصلي. ان انا بخلي برفيوم للصلاه. دي ممكن تكون حاجه دلوعه قوي يعني، بس انا بجد بحب يبقى ليا برفيوم احطه على الاسدال بتاعي، على المصليه. ده انا مسميه برفيوم الصلاه، وهقولكوا ايه البرفيوم اللي انا بستخدمه. شيز اريبيان من يوكي جلو، بجد ده من احلى البرفيومز اللي انا استخدمتها. انتوا لازم تحبوا الصلاه، لازم تحبوا الصلاه، رايحين مبسوطين ان انتوا اوريدي بتصلوا. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ تاني حاجه الثقه بالنفس، ودي برضو اتكررت كتير جدا. الكونفيدنس فيك ات تيل يو ميك ات. انا هقول لكم حاجات محدش قالها لكم قبل كده. انت دلوقتي هتدخلي الشغل بتاعك، المدرسه، الجامعه، ايا كان المؤسسه اللي انت هتدخليها ان شاء الله، ايا كان ايه هي، عايزاكي تحطي في دماغك حاجه واحده، ان انت صاحبه الجامعه، ان انتي صاحبة المدرسة، ان انتي صاحبة الشغل ده او صاحبة المؤسسة دي. هتمشي ازاي؟ هتمشي ظهرك مفروض، هتمشي واثقة من نفسك، هتمشي بتعملي اي كونتاكت مع كل الناس وبتبتسمي لهم وبتسلمي على اللي انتي اوريدي عارفاه. بتمشي بثقة، انك you on the place، انه المكان ده بتاعك. انت فاهمه؟ مش ظهرك عامل كده وتقعدي باصه في الارض او قاعده باصه في التليفون وتخبطي بقى في مين وانت اصلا مش شايفه انت ماشيه فين، وقاعده تخبطي في الناس. ممكن الناس تبقي عارفاهم وعايزين يسلموا عليكي، بس انت عشان مش بتعملي معاهم اي كونتاكت فهم مش بيسلموا عليكي. فاهم حاجه الكونفيدنس وانت داخله مكان. انا بقولك انت صاحبه المكان ده، شوفي انت هتتعاملي ازاي. امشي واثقه من نفسك، انت عارفه انت داخله فين، انت كده.
الانرجي بتاعتك هتبقى حلوه جدا. وبجد لو انت شخص ما بيصدقش في الانرجي فانا مش عارفه انت مكمله الفيديو ليه. الانرجي، الطاقات، ده علم كبير جدا. سبحان الله كل واحد بيبقى عنده هاله. ممكن شخص تشوفيه تقولي لا انا حاسه انه الانرجي بتاعته اوف قوي، او شخص مثلا لا الانرجي بتاعتها حلوه قوي فرفوشه. كلها انرجيز. فانت لو حسستي اللي قدامك ان انت من جواكي فعلا الانرجي بتاعتك حلوه وانه الناس اوريدي هتحب قعدتك، وانت ممكن تبقي شخص سيمبل جدا بتقعدي على الكرسي، دخلتي مثلا المدرج الكلاس روم بتقعدي بثقه. برضه هتقولي لي ازاي اقعد بثقه؟ بتاخدي سبيس كبير من الكرسي اللي انت قاعده فيه. مش بقول بقى تحطي رجل على رجل وتاخدي كرسيين، لا انا بتكلم سبيس انت برضو ستيل فارده ظهرك واخده سبيس، مش مكسوفه تقعدي، مش قاعده عامله كده، مش انت قاعده براحتك. فاهمه قصدي؟ قاعده براحتك، حاطه ايديكي، بتستخدمي السبيس بتاعتك، المكتب، انت confident في نفسك. ثالث حاجه في الانترنال جلو اب، اللو اوف اتراكشن والمانيفستيشن، الاثنين هي برضو ده توبيك قال كتير قوي، ان انت بشكل عام تتاملي الخير، ان انت تبقي حاطه في دماغك ان شاء الله خير، ان شاء الله ده هيحصل كويس، ان شاء الله الحاجه الفلانيه دي هتحصل. ان انت يبقى عندك ثقه في ربنا، ان انت عارفه ان ربنا مش هيخذلك. انا عايزاكي تبقي مثلا لو انت ماشيه في جيبك 50 جنيه، انا عايزاكي تتخيليهم 50,000 جنيه. لو انت مثلا معكيش عربيه مثلا، انا عايزاكي تتخيلي في مخك ان انت معكي عربيه بورش عادي جدا. انت مثلا مش شاطره اكاديميه، ما بتجيبيش درجات حلوه، انا عايزاكي يبقى في مخك ان انت بتجيبي كل سنه وكل ترم A+. لو انت شخص مثلا عنده انكزايتي، انا عايزاكي تقنعي نفسك ان انت ما عندكيش انكزايتي. الموضوع ان انت بتضحكي على عقلك اللي جوه، انت بتقنعيه بحاجه وهو هيقتنع عادي جدا. انا كملك انا مقتنعه مثلا ان انا عندي 1,000,000 فولور على تيك توك مثلا عادي جدا، وبصحى كل يوم من البوستنج كاني عندي 1,000,000 فولور على تيك توك، مفيش اي مشكله. مع الوقت فعلا هتلاقيها حصلت، وبجد انا باكد لك ده. رابع حاجه الافرميشنز فكرتها برضو التوكيدات، شبه المانيفستيشن، لو اوف اتراكشن، كلهم يعني عيله بتنفذ على بعض. انتي كل يوم الصبح بلاش ورقه وقلم، انا اصلا مش مقتنعه انه في حد ممكن يصحى كل يوم الصبح يعمل جورنالينج. احنا اصلا بنصحى كل يوم الصبح ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نروح الشغل بتاعنا، يا دوبك بنبقى عايزين نفطر نعمل سكين كير، ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نعمل جورنال. فانا مش هقولك حاجات غير واقعيه. ذاكي يبقى في مخك الافرميشنز، مش لازم تكتبيها على ورق. مثلا انتي لطريق للشغل هتقعدي تقولي لنفسك الافرميشنز اللي كل الناس بتتريق عليها، اللي هو انا واثقه من نفسي، انا جميله، انا مش عارفه سواء هي موجوده عندك مش موجوده عندك، انت هتقنعي نفسك ان هي اوريدي موجوده. رقم 5 التعامل بقى مع الناس عامل ازاي. internal glow up، ان انت مش هتبقي الشخص الضعيف اللي بيقول ماشي على كل حاجه، او لما حد يقول نكته سخيفه تقعدي تضحكي، او لما حد يقول راي تقولي له عندك حق وانت اصلا مش مقتنعه بيه. ما تسلكيش لحد، بقولكيش برضو تتخانقي مع حد، ولا تسلكي ولا تتخانقي، بس ما تطبليش. يعني انت مثلا شخص مش عاجبك والقعده بتاعته والبرسوناليتي مش بتماتش البرسوناليتي بتاعتك، وبيقول اراء غريبه، تقومي عندك حق، او بيقول حاجه انت مش متفقه معاها، عندك حق، ممكن تسكتي تمام، او ما تقوليلوش. يعني ممكن تسكتي ما تقوليلوش حاجه، ما تنافقوهوش، او ممكن تناقشيه في وجهه نظر، مفيش مشكله. ما تبقيش people pleaser، ما تبقيش انت بتسلكي لكل الناس، ما تبقيش كده. لازم يبقى ليكي رايك وليكي الشخصيه بتاعتك المستقله تماما، مش اي حد تنساقي وراه. لازم يبقى ليكي شخصيتك، اللي ما يعجبكيش كلامه خلاص. دي حاجه controversial جدا، لان انا ممكن مثلا ابقى قاعده مع حد وفي القعده كده ويقول لي هو انتي قافله كده ليه؟ simply عشان انا مش حابه شخصيتك، مش هنافقك. انا الشخص اللي انا فعلا حابه شخصيته انا ببقى فرفوشه جدا معاه وبنماتش الفايب سوا. في ناس كتير قوي ممكن تعترض في النقطه دي، بس انا مش بقولك ما تبقيش لطيفه، انا بقولك ان انتي ما تجيش على الانرجي بتاعتك علشان انتي مثلا تقنعي حد بحاجه انتي مش مقتنعه بيها. لا، ممكن سيمبلي ان انتي ما تتكلميش، ممكن ما تقنعهوش، ممكن تبقي قاعده ساكته عادي جدا. رقم 6 ما تستنيش حد ياخدلك قراراتك. انتي لو انتي عايزه حاجه معينه اطلبيها. انتي مثلا روحتي كلتي في مكان تمام، فانتي قدامك منيو بس انتي مثلا مكسوفه مش عارفه تطلبي، اطلب ايه؟ ليه انتي مكسوفه؟ اطلبي انتي. ما تخليش حد يطلب لك. انتي لازم تبقي واثقه في نفسك انه في ان انتي
تاخدي قراراتك بنفسك، محدش ياخدلك قراراتك، لانه في الاخر لما حد ياخدلك القرار اللي هو مفروض بتاعك انتي مش هيعجبك القرار ده وبعدين هتلوميه، فليه ما كان الاول انتي تاخديه؟ فاهمه قصدي؟ بتاخديها لنفسك وتبقي مسؤوله منها. لو انتي عملتي قرار سواء طلع وحش سواء طلع حلو تبقي مسؤوله منه وما تلوميش نفسك كتير. لو طلع وحش خلاص ما تلوميش نفسك، ما تحمليش نفسك اكتر من خلاص حاجه حصل، وتقعدي تاخدي القرار بالراحه. مفيش حد بيستعجلك، مفيش حد اللي هو بسرعه خدي القرار دلوقتي، لا، خدي القرار براحتك احسن ما تاخدي القرار بسرعه ويطلع مفهوش خير ليكي. ما تبقيش متسرعه في اخذ القرارات بتاعتك. ورقم 7 ان انتي تحبي نفسك. طيب ازاي نحب نفسنا؟ انتي سيمبلي بتقدري نفسك، ان انتي ما بتجيش على نفسك علشان تساعدي حد تاني. طب في ناس ممكن تشوف انه دي انانيه، طيب هي مش انانيه. في شخص بيبقى بيستغلك جدا وياخد كل الانرجي بتاعتك، ما تسمحيلوش ان هو ياخد الانرجي بتاعتك. انتي لازم ان انتي تقدري نفسك كويس وما يستغلكيش وياخد الانرجي بتاعتك. وانتي دي برضو فيها شبه شويه من البيبل بليزنج، ان انتي بتحاولي ان انتي تكسبي كل الناس وان انتي تعملي لهم كل حاجه. طب ما هو ده بيجي على مصلحتك انتي، ده بيجي على نفسيتك انتي. لو في حاجه هتعمليها للناس التانية من غير ما يأذيكي اعمليها طبعا، ايه مشكله؟ بس ما يبقاش حد جبرك ان انتي تعملي حاجه لا انا لازم اعملها له عشان ما يزعلش. ما يزعل مش احسن ما انتي تزعلي؟ فبليز ما تجيش على نفسك. تامن حاجة، ازاي بقى تتعاملي مع الستريس؟ بما ان احنا داخلين على جامعة او شغل او ايا كان، لازم طبعا هنتعرض لستريس كتير قوي. انا اكتر حد اوفر ثينكر، اكتر حد بيستريس على اهيف الحاجات. كنت قريت كتاب لديل كارنيجي اسمه دع القلق وابدأ حاجة، انا مش فاكرة بجد اسم الكتاب ايه بالظبط، بس هو ان انتي برضه بتجيبي ورقة وبتسألي نفسك شوية اسئلة، هحاول ان انا احطها لكم هنا. الاسئله دي انت بتجاوبي عليها. اللي انا فاكراه ان انت بتكتبي ايه اللي موترك، وايه الورست كيس سيناريو، ايه الاوحش حاجه ممكن تحصل لو انت يعني لو الحاجه دي لا قدر الله ما حصلتش او حصلت، يعني ايه اوحش حاجه ممكن تحصل؟ ما هياش نهايه العالم، انت لسه عايشه عادي جدا. او ستريس مثلا على اي حاجه هايفه او حتى حاجه كبيره، قول ملك هو ايه اوحش حاجه يعني ممكن تحصل مثلا؟ يعني ايه اوحش حاجه؟ ولا حاجة عادية جدا، يعني هتبقى حاجة وهتعدي. زي مثلا امتحنتي امتحان وتوترتي جبتي درجة حلوة وحشة، هيعدي وهتدخلي على السنة اللي بعدها. متتوتروش لانه اصلا العمر صغير، انتوا هتعيشوا كام سنة في الحياة يعني عشان تتوتروا نص عمركم ولا اي حاجة. وبلاش ان انتوا تركزوا على الحاجات الهايفة وتوفر ثينكوا، اللي هو ما تعرفوش تناموا بالليل علشان انتوا بتفكروا في الحاجة الفلانية. لا، متدوش المشاكل الهايفة حاجة أكبر من حجمها. بس كده أنا هعمل لكم بارت 2 هنا برضو how to physically glow up. لو انتوا وصلتوا لحد الحتة دي في الفيديو حطوا لي الإيموجي ده. وبس كده، باي.